السلام عليكم ورحمة الله. النهارده إن شاء الله شطبنا لكم الركنة اللي انتم شايفينها ديت حرف يو. زي ما انتم شايفين ده شازلونج، الدراع بتاعه منفصل، يعني واخد لغاية الأرض لغاية تحت، ملوش دعوة بالجزء ده، غير في شغل تاني بيبقى داخل في قلب الشلتة ديت، وبتبقى الشلتة حضناه. ده كده منفصل. السفنج ده كله سفنج هايبر، زي ما انتم شايفين ده هايبر ودوت فايبر. يعني السفنج ده سفنج هايبر، والشلت الظهر متعبيه فايبر اللي هو الكياس، الارضيه استك. زي ما انتم شايفين كده الهايبر بياخد قاعده، بيبقى القاعده مريحه زي ما انتم شايفين كده، بقى غطسان في قلبها، والفايبر رايح عليا. ده بالنسبه للي هو حد عنده مشاكل في الظهر ولا الكلام ده افضل حاجه ليه. وفي ناس كتيره جدا بتحب طبعا القعده المريحه والكلام ده، غير الناس اللي تحب القعده اللي هي بتبقى ماسكه نفسيها، فطبعا دي بحط لها كثافه 45. اما بالنسبه للناس اللي هي تحب الحاجه المريحه، الحاجه الطريه والكلام دوت، او الناس اللي عندها مشاكل في الفقرات، فالافضل ليهم السفنج الهايبر. وتحت طبعا بيبقى فيه استك والكلام دوت. هنا بيبقى فيه فايبر فوق، بس فايبر بيبقى رول، وطبعا بيبقى فيه حاجات اعلى من كده زي الكابوك والكلام دوت، بس بيرجع على حسب طلب العميل. هنا طبعا زي ما انتم شايفين كده السوست حاجه محترمه، وتبقى فيه الكسوه اللي جوه دي اساسي طبعا. نفس النظام في القعده، في سوست، وفي الدمور او العبك قماش كتان. اللون اللي انتم شايفينه ده افتح سنه من التصوير طبعا، ده قماش كتان، خامته حاجه محترمه، غير التركي والكلام دوت، الحاجات اللي هي التقليد. فده الافضل. خشب زان، خشبه نظيفه. بس كده، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير وكل خير، وهسيبكم مع الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.